مساء الخير يا مدام، اهلا بيك. اهلا بيك، معاك يا مستر ايمن تدرس، اتفضلي. مستر، انا بنتي بتلعب سباحه وده بياخد من وقتها كتير جدا ومش عارفه تنظم وقتها ما بين التدريب وما بين المذاكره. ممكن تقولي اخليها ازاي تنظم وقتها؟ يا حلوه قوي. ايش يا خطاوه. عادة يا مدام الطلبة الرياضيين دول لازم يكونوا من النوعية المنظمة، والا هيفشلوا في الاثنين، فمهم قوي تعلميها النظام. لكن انا عايزك انت كمان تشتركي معايا في النظام، معلش هتتعبي معانا شوية. يعني مفيش ما يمنع ان انت تروح معاها تدريبات السباحة لو وقتك يسمح، وتكوني محضره لها الجزء اللي هتذاكره ما بين التدريب والتدريب. انا عارف تدريب السباحة بياخد وقت جامد، فتكوني مجهزه لها الجزء اللي هتذاكره وتعلميها ازاي تذاكره في الوقت ده لحد ما هي نفسها تتعود على الطريقه دي. حط لها سيستم وساعديها في تطبيقه، فبالتالي هتخلقي لها جو من النظام هي هتعيشه فهتطبقه. ولازم تكوني حاطه معاها تحديات، يعني ان مقابل ان انت تعملي كده مع السباحه هتكون في مكافاه معينه من حضرتك، او هيكون في ميداليه او جايزه حسب البطولات اللي هي مشتركه فيها. مفيش ما يمنع، السباحه حاجه جميله جدا او اي رياضه جميله جدا، بس مهم احنا كاولياء امور نجري مع اولادنا في نفس السبق، نضغط على نفسنا، نتعب، وده مش عيب، ده هم كل حاجه في حياتنا. ربنا يوفقكم.